طالما انا تمام ودنيتي تمام واهلي تمام كله تمام، يبقى انا ماليش دعوه. يولع. وهنظبطك يا اسراء، هنظبطك، ما تخافيش يا اسراء، ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش. ده انت اصلا بتعاملوا نفس معاملتنا. لما بيجي لنا لاعب في الدوري المصري منهم، من اخواتنا، لما بيجي لنا لاعب في الدوري المصري بيتعامل معامله المصري. نفوق ونبطل الخوف والرعب اللي هو اصلا مش موجود ومزيف. اقسم لكم بالله مزيف. صدق او لا تصدق، تخيل النهارده واحنا في خطبه الجمعه، مش هقول لك مفيش كلام كتير على قضيه اخواتنا وارضنا، مش ارضهم، قبل ما تبقى ارضهم هي ارضنا احنا. تخيل ان مفيش دعاء واحد في خطبه الجمعه الموحده على اللي ما يتسموش. طب مفيش يعني دعاء واحد يوحد الله الواحد لاخواتنا، ونقول امين كده ونحس بتاثر ونبكي نقول ندعي. ما هو اصل احنا مش فالحين الا في الكلام والدعاء. حتى ده ما كانش متوفر واحنا في 7 ايام نصر اكتوبر الجزء الثاني. وركز معايا لان معظم الحلقه هتبقى كده عشان خاطر الفيديو ما يتشالش. هو احنا مستنيين ايه؟ لا بجد والله بجد، هو لازم البلوى والمصيبه تبقى عندك بغض النظر ان هي عندي وعندك، بس هو لازم فعلا تبقى جوه بيتك. يعني هو لازم حرامي يخش جوه بيتك عشان تشوف جارك اللي جنبك على طول الحرامي عنده. لا ملناش دعوه. فالاولاد والجماعه يقول لك يا راجل اتحرك، يا راجل ده خلاص، ده خطوتين ممكن يبقى عندنا احنا في الجنينه، ده في جنينه اقرب السور اللي جنبنا، يا راجل ما ينفعش. لا ماليش دعوه. طالما انا تمام ودنيتي تمام واهلي تمام كله تمام، يبقى انا ماليش دعوه. يولع. هو لازم نشرب من نفس الكاس تحت اي مسمى وتحت اي ظرف، مش لازم من نفس مش من نفس الغشيم. من نفس اسراء اللي هتجيلنا. وهنظبطك يا اسراء، هنظبطك، ما تخافيش يا اسراء، ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش. لو اللي فوق ناموا فاحنا كلنا اللي تحت في كل مكان ملناش دعوه باللي فوق، صاحيين وقلوبنا معاكم. اقسم بالله قلوبنا معاكم، وباذن الله هنكون معاكم، باذن الله هنكون معاكم. وربنا هيأذن. يعني لما بيقول مثلا في اي بلد بتكسب مثلا بطوله ولا بتروح كاس عالم ولا مش عارف ايه ولا كده، عندنا مثلا بنشغل مثلا اغنيه امي الدنيا مين ولا في زي، صح؟ في فرح بتشغل مش عارف اغنيه، لو عايش لك قصه حب حب تسمع رومانسي او بتاع، لو انت بتروحش للقران والحاجات الحلوه قوي اللي تحسسك برضو بالرومانسيه والاحساس الحلو، برضو في الظرف اللي احنا فيه ده لقيت حاجه عظيمه قوي والعظمه لله. ماتت قلوب الناس، ماتت بنا النخوه. يمكن ده احنا نسينا فعلا ان احنا كلنا اخوه. اصل الموضوع مش عندي، خلاص بقى. بص، عارف انت المبدأ بتاع انا حر ما لم اضر؟ واحد تلاقيه بيعمل كل ما يغضب ربنا سبحانه وتعالى ويخلي ويبقى قدوه، المفروض انه قدوه لشباب والناس، ويقول لك يا باشا انا حر. لا يا باشا انت مش حر. نفس الفكره بالظبط. انت الجار جنبك ايه؟ ده انت اصلا بتعاملوا نفس معاملتنا. لما بيجي لنا لاعب في الدوري المصري منهم، من اخواتنا، لما بيجي لنا لاعب في الدوري المصري بيتعامل معامله المصري. فاصلا دي بلدك. وعلى فكره عشان ما حدش يخش يزايد، والناس شويه القله القليله اللي مضحوك عليها لسه ما فاقتش من الغيبوبه، انا مش عايزهم خالص ان هم يجوا عندنا ونفتح لهم ويجوا عندنا خالص والله نهائي. عارف ليه؟ لان لما هنفتح لهم وهيجوا فانت دخلت في اللعبه وانت اصلا فيها، بس تبقى دخلت فيها مباشر والموضوع بينك وبينهم خلاص. هتبقى خسرت الاتنين، خسرت ارض اخواتنا، ارضهم اللي هترد لهم، وهي ارضنا برضه زي ما هي ارضهم، بس ساعتها تبقى خسرت ارض اخواتنا وخسرت ارضك. لان خلاص الارض بتاعتهم اهو خلاص اتاخدت، هيخشوا على ارضك، هيبقى الموضوع معاك مباشر.
ساعتها يبقى انت اتضريت. طب خلاص بقى يا عم، انا من حقي بقى اقفل، اقفل اللي يعدوا منه ويخليهم يحسوا ان احنا قلبنا عليهم بني ادمين. هو يا كده يا كده، يعني يا تخلي التاريخ يلعنك يا اما تضيع ارضك. امال انت ايه اللي يفرقك عندي بالمنصب اللي انت ماسكه؟ طب ما تيجي وانا اسوق، طب ما تيجي ونجيب اي واحد من الكومنتات ويسوق، ما تيجي اي حد يمسك. ده في اي دوله، مش بتكلم علينا احنا بس. ايه اللي يفرق؟ فين الاتحاد هنا مع بعض؟ هو اقسم بالله التاريخ ما بيرحم حد، قسما بالله التاريخ ما هيسيب حد. اللي كان متخاذل ومتقاعد زي مثلا وليكن ابو تريكه، موقفه واضح ما شاء الله، ربنا يحفظه يا رب ويكتر من امثاله ويجعلنا كلنا نمشي على خطاه. وناس تانية، نجوم تانية بيتقال عليهم فخر مش عارف ايه وفخر مش عارف ايه. لا يا عم، ما انا لو طلعت هخسر. ربنا يحفظك يا بيجا رامي، ربنا يحفظ اللي زيك انت وابو تريكه، ربنا يحفظكم ويكتر من امثالكم. والله العظيم قريبه جدا جدا. نفوق ونبطل الخوف والرعب اللي هو اصلا مش موجود ومزيف. اقسم لكم بالله مزيف. ده هش، ده اسراء. حد يخاف من اسراء؟ حطوا خطه بس، طب حطوا خطه بس وجربوا. قولوا من كل بيت اللي معاه فلوس هيدفع، واللي عنده هيدي، واللي عنده رجاله هيدي، واللي عنده اي حاجه هيدي براح. قولوا بس، وخدوا من كل بيت 100 راجل وشوف اللي هيحصل. لو مش كانت اسراء تلبس النقاب وتقعد في البيت ويبقى في راجل عربي هو اللي بيحكمها وبيشكمها، قول علي انا البس طرحه. لكن انت عامل ايه؟ قاعد مذلول. استرجل. ايوه بقول لنفسي استرجل يا احمد كده وخلي لك شخصيه، استرجل كده وخلي لك راي، استرجل كده ويلا نتحد. هنتحد امتى؟ مستنيين ايه؟ اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. دايما بقولها لنفسي، اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة على باطل بإذن الله. ربنا بينصر. مسألة وقت. نفوق. فرصة والله ما هتيجي تاني. أظن ما فيش حاجة في الفيديو، عشان الفيديو صح